يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم، على حسب ما بتشوفوا الفيديو. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ احلى عيش فينو يتعمل في البيت. طبعا احنا هنا عندنا مفيش محلات بقى فينو والكلام ده كله. بصراحة يعني نفسي بتهفني قوي عليه بجد يعني. اللي في الغربة كده زي اكيد حاسين بيا يعني، وعارفين ان احنا ساعات بيبقى نفسنا في حاجات وبس مش متوفرة. هنعمل ايه بقى؟ نعملها. يلا بينا نشوف هنعمل العيش الفينو ازاي. وكمان قبل ما ندخل على اعمال العيش الفينو عملت كنافة. قلت يلا بقى روق عليهم، نعمل لهم حاجة حلوة. هوبا بخ. شفتوا بقى شفتوا قرص الكنافة اللي يجنن ده؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ تحفة. بالنسبة لي ده اللون المظبوط يعني للكنافة، بحبها اللون ده كده. خطيرة 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 خطيرة. الكنافة يعني من الحلويات الشرقية اللي ماشية معانا رمضان غير رمضان، يعني شغالة الله ينور. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما بنعملهاش قوي بلح الشام، مش قوي. واللي مش بيتعمل خالص بقى القطايف. هي دي الحاجة الحلوة يعني المميزة في رمضان بصراحة. يلا بقى نشوف عملنا العيش الفينو ازاي. هنجيب كوبايتين مية دافية، خلاص مش فترة ومش سخنة، اللي هو يعني فترة دي بتبقى مايلة للبرودة شوية. انا بس عشان ايه؟ الخميرة. ومش جاي شايف المية، عايز يشوف احنا بنعمل ايه. هجيب بقى معلقة كبيرة كمان من الخميرة. تمام، يبقى كوبايتين مية دافية ومعلقة كبيرة من الخميرة. تمام، ربع كوباية من السكر. نص كوباية من الزيت. تمام كده. يلا بقى ندخل بقى الدقيق بتاعنا. عندنا 6 كوبايات من الدقيق. تمام كده. يبقى كوبايتين مية دافية، معلقة كبيرة من الخميرة، ربع كوباية من السكر. عندنا ايه تاني؟ حطينا نص كوباية من الزيت. كل ده كده على بعض. وبعدين هنزل ب6 كوبايات من الدقيق، ومعلقة كبيرة معلقة كبيرة من بيكنج باودر. وهنحط ايه؟ رشة من الملح. هبتدي بقى انزل ايه بالمية واحدة واحدة كده لغاية ما القوام بتاعنا يكون كده طري، مش طري بيلزق يعني، بس تكون العجينة كده طرية. بس اهم حاجة نضربها كويس، هتطلع معاكي تحفة. انا بس هنا كده ايه بحاول المها كده من العجينة. بصوا طرية ما شاء الله، ومعجونة كويس. معجونة ايه؟ مضروبة كويس. مضروبة كويس احيانا خرفت خالص يا لهوي. عشان ميعاد النوم وصل. يعني ضربتها في العجانة كويس. خلاص، تعالوا بقى نعمل بقى ايه. نعمل ايه تفتكروا؟ يعني في عيش فينو طازة. هنعمل ايه بقى بالعيش الفينو؟ هنعمل سندوتشات كبدة. حطيت شمر، ما تستغربوش، بس يعني بيدي طعم حلو للكبدة، مش كتير طبعا. والاساسي بيكون طبعا كزبرة ناشفة وكمون وفلفل اخضر حامي وشطة والثوم اكيد، يعني الكبدة بتحب الثوم يعني، والليمون. وهنحط خل وزيت
والشمر لو مطحون كمان هيكون يعني طبعا اكيد احسن، بس انا قلت بدل بدق بقى في الهون فا اوكي تمام خلاص. يعني حطي حبة صغيرين كده من الشمر مش كتير. نعصر بقى الليمون وشوية من الخل. مش عارفة، بحس ان يعني التوم لما يدق كده في الهون بيبقى مختلف بصراحة. احط بقى شوية من الخلطة دي على الكبدة. تمام. وبقية الخلطة اللي عندي اللي هي بالثوم وكده هحط عليها الزيت، وهسيب بقى ايه الخلطة دي كده في الزيت الكتير ده شوية. تمام. الزيت كده بياخد نكهة الثوم. يعني ما هو ايه اللي بيميز الكبدة بتاعت الراجل؟ لان هو بيكون عنده زيت في الطاسة بيعمل مرة واتنين وتلاتة واربعة فيها يعني في نفس الزيت، فاهمين قصدي ازاي؟ فده بيدي ريحة تحفة تحفة. يعني بنبقى ماشيين كده نفسنا بتهفنا على سندوتشات الكبدة، صح؟ فهو الزيت اللي هو منكه بالثوم وخلطة الكبدة ده صراحة بيعمل شغل عالي قوي 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 قوي. ويا سلام بقى مثلا لو في بقيت يعني في الطاسة وانتي بتعملي كبدة وخلاص اكلته تمام وكده وكل حاجة، في بقى شوية زيت كده بالبهاريز بتاعة الكبدة. طبعا اهم حاجة عندي البهاريز دي، احب اكلها قوي. بتبقى كده فتافيت كده من الكبدة صغننة صغننة، دي بقى بتبقى يا سلام طعمها بيبقى خطير. ممكن تصفيها ماشي، تاخدي بقى البهاريز دي تاكليها انتي، والزيت بقى تصفيه وخليه بقى مرة تانية مثلا تعملي كبدة، لو بتعملي كبدة على طول يعني فهيديكي طعم تحفة الكبدة. جربي كده. خلاص ما شاء الله، شفتوا العجينة خمرت ازاي معايا، بقت تحفة. هبتدي بقى اكور. تمام. وبعدين هبتدي بفرد اول كورة كورتها. اوكي، هنبتدي بقى نفرد. يعني بفرد على دقيق، بس بحاول ان انا ما كترش الدقيق قوي. عارفين ليه؟ لان لما اجي اقفل عليها لو هي فيها دقيق كتير مش هتقفل كويس معاكي. يعني هقولكوا ازاي. بصوا، بتعملي رول كده وتدوسي، رول وتدوسي. تمام. هي بقى لو فيها دقيق في اخر رول ده، ايوه ده، لما اجي اقفل كده بقى لو فيها دقيق مش هتقفل معاكي. فعشان كده بقولك يعني حاولي تقللي الدقيق وانتي بتعملي العيش. وغير كده لو في يعني في دقيق برضو على العجينة، تحاولي بايدك كده تنفضيه عشان تقفل معاكي كويس. اهم حاجة القفلة الاخيرة دي. تمام. يلا بينا نعمل ايه واحدة كمان. شايفين الدقيق قليل ازاي على الرخامة؟ هي بتعذب بس يعني بصوا، اهم حاجة تعملي رول وايه وتدوسي كده، رول وتدوسي. اخر واحد ده بقى بنقفله بالطريقة دي كده. تمام. ونجيب الجناب نقفلها على تحت وندوس برضو الناحية التانية، نجيبها على تحت كده ونقفل ونعمل رول بس كده. ونسيبه بقى في الصينية مدهونة كده شوية زيت صغيرين خالص مسحة، وبرص فيه العيش وبغطيه وبسيبه بقى يعني انسوه شوية. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، خمر معايا وبقى تحفة. جربي بس العيش الفينو، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. كفاية النتيجة، بتبقي كده قدامك عيش فينو يا سلام. طب اكل بيه سندوتشات كبدة، طب اكل مثلا حلاوة بالقشطة،
طب مش عارفة عسل بالقشطة، طب اكل ايه، اعمل ايه، سكالانس، طب اعمل ايه اللي هو بتبقي مش عارفة تعملي ايه بالعيش الفينو والله. يعني العشاق العيش الفينو. خلاص انا مولعة الفرن بقى على اعلى درجة. خلاص بجيب بقى، شفتوا العسل الكلوكوز ده اللي بستعمله في البسبوسة، خدت منه شوية على شوية مية، اوكي، وبالفرشة كده بصي ما تضغطيش، على خفيف خالص عشان ما تضيعيش الخمر اللي انت ايه وصلتي له، يعني ما تضيعيش النتيجة دي. لو دوستي بالفرشة جامد هيهبط منك العيش، فعلى خفيف كده عايزين ندي بس ايه لمعة، يعني الخليط ده بيدي لون ذهبي حلو بتاع الافران. تمام. فوانتي بتحطي العسل الجلوكوز ده مع شوية مية وتدهني بيه العيش بيدي لون حلو. اوكي. التاني بقى عملته بقى ايه بالسمسم. انا في الولاد عندي في ناس يعني في بيحبوا بالسمسم وفي لا. خلاص جبت صفار بيضة كده، تحطي مثلا عليها شوية خل، اوكي، وتدهني بيه ايه، تدهني بيه العيش. تمام كده. وتحطي بقى السمسم على الوش. اهم حاجه الوك بتاعتك انت تعملي الكبده طبعا كلنا عارفين لازم تكون سخنه جدا. شفت بقى الزيت اللي انا حطيته سبته مع خلطه الثوم دي، هو ده اللي نزلت بيه في الوك عندي. يعني حاولت ان انا ايه اديله طعم الثوم والحاجات دي. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال. اول ما يطلع بقى الصاج وهو سخن خالص بقعد ارشرشه كده ميه، يعني سمعتش، هي دي. وغطيه على طول. تمام. يعني اول ما يطلع من الفرن رشرشيه كده بالميه، ده هي عشان يخلي العيش معاكي يفضل طري. بصوا الجمال، تحفه، طري طراوه خطير. اهم حاجه ان انتي تخبزيه على درجه عاليه. تمام. عشان ايه ما ينشفش منك. ولو لقيتيه احمر من تحت على طول ولعي الشوايه، وهكذا. اوكي. المعجنات والحاجات دي لما بتغيب في الفرن بتنشف. هنا بقى ايه هعمل الكنافة. بدهن، اهم حاجة تدهني الصينية بتاعتك كويس جدا عشان كمان، وتوزعي كده السمنة عشان تديكي اللون الذهبي الحلو اللي احنا شفناه كده في الاول. خلاص. عندي نص كيلو من الكنافة. نص كيلو من الكنافة بياخد معايا كوباية من السمنة. تمام. الكنافة انا بضربها في الكبة بصراحة، يعني اسهل يعني. خلاص. وهي مفرزة بتكون سهلة خالص. تمام. وبعدين بسيبها تبقى في درجة حرارة الغرفة يعني او المطبخ، وبنزل عليها بكوباية السمنة. يعني ما بحطش السمنة وهي مفرزة كده ومتلجة، لا، بستناها كده لما تهدى شوية على طول، يعني بتاخد معاكي درجة المطبخ. وتحطي بقى كوباية السمنة. خلاص. وطبعا احنا دهنين الصينية بتاعتنا، فبناخد لازم تفركي السمنة مع الكنافة كويس قوي، يعني الكنافة تحس ان هي ايه اتغلفت كده بالسمنة. تمام. وبعدين بناخد نص الكمية نحطها كده من تحت. واهم حاجة بقى الضغط بقى، ده تقعدي بقى ايه تضغطي عليها كده جامد جامد جامد، بطبق بقى اصغر من الصينية، بكوباية، بايدك، براحتك. انا صراحة بعملها بايدي، بضغط عليها كويس كده بتبقى زي الفل. بص بضغط ازاي، بضغط جامد، ونحاول نعمل كده حواف ليها عشان الحشو بتاعك ما يطلعش بره. بصوا دهنتها كويس قوي. بصوا هو في مقطع قبل مقطع، بس انا هقول لكم انا دلوقتي عملت الكريمه دي ازاي. هي كمان يعني لو تخففوها اكتر من كده تكون احلى، يعني اعملوا كده. بلاش تكون، انا عن نفسي يعني ما بحبهاش تخينه قوي، يعني المفروض كنت خففتها اكتر من كده. بس عارفين بقى لما
بتبقى يعني بتعملوا مثلا حاجة وخلاص وانتوا قربتوا بقى ايه هنكتوا خلاص، فبتقول يلا مش مشكلة بقى هتتاكل. واتاكلت بالفعل، شوية باللبن شوية كده مع الشاي بلبن يعني. خلاص بعد ما حطينا بقى الكريمة بتاعتنا او القشطة او الحشو بتاعنا، بناخد بقى الجزء اللي هو النص التاني اللي سبناه نحطه على الوش كده، نغطي كل الكريمة بتاعتي. تمام. بس ايه لما بنحط بقى النص التاني ما بنضغطش بقى زي الضغطة الاولانية، زي القرص الاولاني اللي حطيناه، لا، عشان هتلاقيها باظت من الجناب بقى وحالتك بقت حالة. بنضغط بس يعني ايه كده على الهادي، يعني على خفيف. بصوا هو ده بقى، هي دي بجيب الكريمة اللي هي الويب كريم او الهيفي كريم، دي اللي بعمل بيها القشطة. بحط كده كريمة الهيفي كريم، وبحط عليها نشا وبس كده، ما بحطش سكر ولا فانيليا ولا اي حاجة، هي بس الهيفي كريم دي ونشا وبس. يعني كفاية الشربات اللي بنحطه على الوش وخلاص، يعني مش لازم الحشوة تكون مسكرة. يبقى بس الكريمة والنشا واقلبهم كده على البارد خلاص. بس بحطها على النار ونشوف القوام يعني بتاعها، حابينه تقيل حابينه خفيف. انا عن نفسي اخف من اللي انا عملته دي، انا بحبها كده. بصوا بقى الجمال، بتطلع تحفة تحفة تحفة. تعرفي ان هي استوت ازاي؟ بهز الصينية اللي انا عاملة فيها، لو هي استوت الحواف هتلاقيها فكت معاكي، تعرفي ان هي كده تمام. خلاص يلا متنسليش في اللايك. باي.